لوكا مودريتش هو صاحب أجمل نهائي للاعب في تاريخ كرة القدم. مودريتش كان يريد البقاء لموسم إضافي مع نادي ريال مدريد وضحى بكل شيء ممكن تتخيله عشان ريال مدريد. مودريتش شخصيا هو من قرر تخفيض راتبه رغم انه راتبه منخفض، ورغم بالجلوس في دكة الاحتياط في الموسم القادم، وقام السد ينفذ اي طلب يطلبه بيريز عشان يمدد الموسم واحد. والصدمة المؤلمة بيريز لم يرضى على مودريتش، لم يرضى انه يخفض راتبه، ولم يرضى ان يراه في دكة البدلاء، ولم يرضى على اي شيء يقلل انه اسطوره لوكا مودريتش. وقال بيريز لمودريتش الافضل هو الرحيل، وفعل مودريتش مباشرة وافق على قرار بيريز، وبعد ريال مدريد اعلن عن رحيل افضل لاعب وسط في تاريخ كرة القدم لوكا مودريتش. ونزلت الصورة الحزينة لجمهور مدريد غراسياس لوكا، يعني شكرا لوكا مودريتش. انتهت الحكاية. وقع مودريتش مع ريال مدريد لاعب 95 مباراة، سجل 43 هدف وصنع 93 هدف، هو افضل لاعب وسط في تاريخ نادي ريال مدريد واكثر لاعب حقق القاب في تاريخ ريال مدريد ب 28 لقب رسمي، ومن اما تحقيق 6 القاب دوري ابطال اوروبا. ولا ننسى انه لوكا مودريتش حقق الكرة الذهبية مع ريال مدريد في فترة كانت تنافس ميسي ورونالدو فقط على الكرة الذهبية. والخبر الجميل في نهاية المقطع انه سيقام حفل وداع للوكا مودريتش في برنابيو في اخر مباراة في الدوري الاسباني. والخبر المفرح لوكا مودريتش في رأي كأس العالم للأندية مع نادي ريال مدريد. والخبر المحزن والقاتل لوكا مودريتش قد يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا بعد بطولة كأس العالم للأندية. وداعا يا أمير كرة القدم.